في لحظة كده الدنيا كلها اتغيرت. لحظة دم سال لأول مرة، وللأسف ما كانش دم عدو، ده كان دم أخ. من وقتها والبشر بيعرفوا إن الغيرة ممكن تقتل، وإن الحقد لو دخل القلب ممكن يطفي فيه النور. دي حكاية أول جريمة قتل في الدنيا، قصة قابيل وهابيل. في بداية الدنيا قبل ما يبقى فيها مدن وعمارات وناس بتمشي في الشوارع، كان في بيت بسيط، أول بيت في البشرية، بيت سيدنا آدم وحواء. آدم بعد ما نزل الأرض بأمر ربنا ابتدى يبني بيته ويعيش ويزرع ويتعلم، وربنا رزقه بولاد وبنات. وكان أول ولد بيتولد معاه أخت توأم، وكان من شرع ربنا وقتها إن الأخ يتجوز من أخت توأمه، يعني مفيش جواز من التوأم بتاعك. وعدت الأيام وكبروا الأولاد وجا وقت الجواز. هابيل اتولد معاه أخت كانت جميلة جدا، وقابيل اتولد معاه أخت لكن ما كانتش بنفس الجمال. وبحسب الشرع هابيل هيتجوز أخت قابيل، وقابيل هيتجوز أخت هابيل. بس قابيل رفض، مش عشان يتجوز غير توأمه، عشان حبها وتعلق بيها وكان شايف إنها من حقه. سيدنا آدم حاول يهديه، قال له دي أوامر ربنا يا قابيل، لازم تلتزم بيها. لكن قابيل عنيد، قال لأ، أنا مش هسيبها، أنا أحق بيها. سيدنا آدم وقتها قرر يحتكم لأمر ربنا، وقال لهم إن كل واحد فيكم يقرب قربان، واللي ربنا يقبله هو اللي هيتجوزها. هابيل كان راعي غنم، جاب خروف من أحسن ما عنده، وكان كبير وصحي وصحته كويسة يعني وسمين، وجاله من قلبه يا رب خده، ده ليك لوجهك. أما قابيل فجاب شوية زرع بايت دبلان وريحته وحشة، وقال ده هو كده قربان وخلاص. وجات اللحظة السماء برقت ونزلت نار من فوق وخدت قربان هابيل. وقابيل وقف وكان مصدوم، وشه اتحول وعينه بقت سودة والغيرة ولعت فيه كأنها نار. هابيل كان هادي، ما تغرش ولا تكبر ولا اتريق، بص لاخوه قال له ربنا بيتقبل من المتقين مش من اللي بيستهتر. الكلام ده خلى قابيل يغلي اكتر، ما استحملش، بقى شايف ان اخوه خد كل حاجة، خد رضا ربنا وخد اخته وخد نظرة ابوه اللي بص ليه بالفخر. وفي الليلة دي قابيل نده على هابيل وهو في الخلاء بعيد عن الناس، وكان باين عليه